إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال لك ودي حنا مشينا ودمرنا العشب نتاع البليده. انا ما عمرني مشيت للجزائر شخصيا، مشيت في اخر مره ملي لعب الفريق الوطني المغربي مع السي عموته تما ودرنا 0-0. هذه يمكن اقصائيات نتاع الشان اللي دازت في الكاميرا. قال لك يا ودي ما عرفتش شنو تنأثروا على معنويات بالماضي. انا بالماضي ما عمرني تلاقيت في حياتي، لم التقي ببالماضي ولم اتصل ببالماضي في يوم من الايام. اللي كان وهو ان احنا قبل ما تبدا الاقصائيات نتاع كاس العالم راسلونا واحد المجموعه نتاع الفرق وعبروا على الرغبه نتاعهم. هذه ماشي الفرق الوطنيه، الجامعات والدول، الدول ومن بينهم بوركينا فاسو. اللي قالت لنا يا ودي راه ما عنديش ملعب مرخص باش نلعب فيه في بوركينا، هل من الممكن ان يستضيفني المغرب؟ في الاجابه على عدد المغاربه وفي المقدمه نتاعهم سيدنا الله ينصر يمكن لنا نقول لهم الا مرحبا بكم. وسبحان الله لعبت البوركينا الماتش الاول والثاني والثالث والرابع حتى جات المباراه ضد الجزائر. واش انا اللي درت لهم القرعه؟ راه القرعه دارت هذه 4 سنين. من داروا القرعه من جات تلعب الجزائر بغاو يخلقوا الحدث. احنا العكس نتاع الانتظارات هو اللي تم. رحبنا بالفريق الجزائري وامددنا الفريق الجزائري باش يلعب في احسن الظروف، وهذا كان بالاعتراف تاع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. رجع التصريح رجع تصريحه ورجع التصريح تاع هذا السي ايت بالماضي وقال باننا لعبنا في ظروف جيده. جات كاس افريقيا تلقينا رساله، احنا مشينا لمصر باش نعاود لك الاحداث بكاملها واتفقنا بالاجماع على اننا سنذهب الى كاس افريقيا في الكاميرون يوم 9 يناير. وحنا جالسين هنا في الرباط جاتنا رساله من رئيس الاتحاد الكاف. واش انا اللي كتبتها؟ واش انا سميتي ماو تسيبي؟ لا. وبالمناسبه انا ما تهضرش معاه، تنهضر معاه في الامور الرسميه. جاتنا رساله تقول لنا غادي نعقدوا مكتب تنفيذي نتكلموا في نقطه واحده، امكانيه اجراء كاس افريقيا في ظل الظروف الصحيه. نقطه واحده في جدول الاعمال. شنو بغيتيني نقول؟ دابا غير قول لي كون انت استدعيتك لذاك الاجتماع اش تقول؟ قلت لهم يا ودي اليوم الظروف الصحيه فيها واحد الصعوبه سميتها المتحور تاع اوميكرون. يجب ان نلجا الى الخبراء بما فيهم الOMS المنظمه العالميه للصحه، وغادي تحط لنا لي زيكليراج تقول لنا وشنو هي التطورات المرتقبه، واش هي الانعكاسات المرتقبه، وشنو هي الاجراءات اللي ناخذوا باش هاد كاس افريقيا تلعب في احسن الظروف. ولم اتكلم ولم يتكلم احد على الكاميرون ولا على مجهودات الكاميرون، بالعكس انا تكلمت على المجهودات اللي قامت بها الكاميرون والملاعب اللي وجدت لذاك الشيء. تعتقد مجموعه من الزملاء داخل المكتب التنفيذي بانني قالوا لي ودي انت يمكن تكلمتي اكثر من واحد من مولد الكاميرون، ونزيدك وانا جاي عندك هنا باش ندير هذا الاستجواب من كان معي سفير جمهوريه الكاميرون في المغرب، واللي عبر لي على الشكر للدعم. وحنا كنقولوا له ودي هذا العرس ماشي عرس كروي.